ازيكم عاملين ايه؟ وقبل ما نبدأ فيلمنا يلا بينا نصلي على النبي، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. وجايب لكم النهاردة فيلم حكاية، بس الأهم عندي تتابعوني للنهاية. وبيبدأ فيلمنا بضابط الشرطة اللي اسمه فكرام، اللي بيجيله استدعاء من مكتب رئاسة الوزراء، وبيكون مستعجل جدا وهو رايح. وفي مكان تاني بيجي اتصال في البيت بتاع الشرطي ناكي بالاستدعاء برضه في نفس المكان، وبرضه بيجي استدعاء للشرطي سينج. والمهم ان الكل بيجتمع في مكتب سكرتير رئاسة الوزراء واللي اسمه فيشو. وفيشو ساعتها بيعرف فكرام على الشرطيين اللي عمل لهم استدعاء، وفكرام بيقول له هو ايه اللي حصل عشان الاستدعاء السريع ده. وفيشو بيقول له انت قضيت خدمة في بلد اسمها بيرام، ودي بتكون منطقة النمر ناغي صح؟ وبيقعد فكرام وبيبدأ يتكلم عن ناغي، وبيقول ان الراجل ده لو كان دخل الجيش كان هيبقى قائد الجيش بسبب شجاعته، وللأسف وصل بيه الحال ان هو يكون اكبر مجرم في البلد. والشرطي ده بيقول له احنا قابلنا مجرمين كتير اكيد هو زيهم. وفكرام بيقول له لا، ناغي مختلف خالص عنهم، ده هو قبل ما يسرق لازم يحصل الشرطة، ومع ذلك هو بيسرق رغم كل وسائل الامن. وبيقول لهم ان في ناس كتير ما تعرفش شكل ناغي ده، وبما فيهم انا كمان، بس انا مرة سمعت صوته لما كنت في الخدمة في البلد بتاعته، وحذرني ان هو هيسرق القطر اللي فيه حبوب القمح. ولما انا عرفت الخبر ده اتصلت بكل جهات الامن عشان ياخدوا احتياطاتهم لو حاول ناغي يسرق القطر. وبنرجع لورا شوية وقت ما كان القطر هنا بيعدي على الكسر، وبيكون رجالة ناغي محاوطين الكسر ومستنيين الوقت المناسب اللي هيعدي فيه القطر عشان يهجموا عليه. وفعلا بيهجموا على القطر وبيضربوا الرجالة اللي كانوا محارسين البضاعة، وساعتها بيحولوا البضاعة كلها على المراكب اللي تحت الجسر وبينزلوا كلهم من الجسر. وقبل ما ناغي ما يهرب رجالة الشرطة كانت بتفتكر نفسها ان هي مسكته في الوقت ده، وبيكون فكرام مستني الخبر القبض عليه، لكن الشرطة مش بتقدر تقبض عليه، وناغي ساعتها بيهرب. وبنرجع تاني للحاضر، وهنا الشرطي بيقاطع الموجودين ويقول لهم انهم قدروا يلموا القضايا اللي ناغي متهم فيها. وفيشو بيروح عشان يشوفها وبيلاقيها قضايا كتير جدا، ويعرفوا ان هو عنده 10 سنين كان بيسرق، بس فكرام بيقول لهم لا، من وهو عنده 8 سنين كان متهم في قضية قتل. وبيبدأ يحكي، وبنرجع فلاش باك تاني وفي سنة 1956 وقت ما كان لادا أكبر رئيس عصابات في البلد، وناغي وأبوه بيكونوا رايحين عنده عشان يخدموه، وبيشوفوه وهو بيعذب واحد قدامهم عشان أخد فلوس اللي سرقها. وبعد ما بيخلص تعذيب فيه بيروح ويقول لأبو ناغي مكان الفلوس فين عشان يسرقها، وأبو ناغي بيطلب منه روبية زيادة عشان صاحبه ما بقاش قادر يشتغل بعد ما رجله اتكسرت، بس لادا ساعتها مش بيوافق. وبيمشي ناغي وابوه بيروحوا القصر اللي هيسرقوه، وبيكسروا الحيطه عشان يقدروا يدخلوه، وبيسرقوا الفلوس كمان. وهم طالعين رجاله القصر بتمسك ابو ناغي قبل ما يطلع، وبيقول ابو ناغي لابنه اهرب بالفلوس قبل ما حد يمسكك. وناغي بيعرفه ان هو هياخد الفلوس ويهرب بيها ومش هيروح للادا، لكن ابوه بيقول له الحراس هيعرفوا مكانك اول ما ياخدوني. وناغي بيقول له محدش يقدر ياخد معلومات من قصه راسها مقطوعه، وساعتها هوب بيقطع راس ابوه. وبنرجع للحاضر تاني، وفيشو بيكون مصدوم من اللي بيسمعه، بس فكرام بيقول له طالما عايز تعرف مين ناغي يبقى لازم تعرف هو اتربى في انهي بلد. وبنرجع فلاش باك تاني وقت ما كان ناغي هرب من لادا وبيروح يتفرج على بشلة وهو بيعلم الاولاد ازاي يقدروا ياخدوا حقهم بسجاء، وبيكون معاه فلوس وبيحطها في ابريق، ولما بيحاول ولد يحط ايده علشان ياخد الفلوس بيتقرص من العقرب، بس ناغي بيروح ويحط ميه في الابريق وبياخد الفلوس عادي خالص. وساعتها بشلة بيشوفه بيعمل كده وبيعرض عليه ان هو يطربه، وفعلا بيبدأ بتدريبه وبيخليه يشرب كمان دم الحمار، وبيفضل سنين بيبني في جسمه لحد لما بيكبر وبيكون شاب قادر يحمي نفسه. وفي مكان المراهنات بنشوف لاتا بيكون كبر، واخوه كاسي هو اللي بيكون مسؤول عن كل اعماله. وفي اليوم ده العصابات بتوسع خطط السرقة على بعضهم عشان محدش ياخد بضاعة حد، وبيبدأ المزاد وناغي بيكون قاعد في نفس المكان وبيتفرج عليهم لحد ما بيجي بهاي بعربيته وبيطلب من رؤساء العصابات انهم يسرقوا بضاعته من المينا وهيديهم نسبة كبيرة منها، بس كاسي وباقي العصابات بيكونوا معترضين. وناغي هنا بيقوم ويقول له هاخد نص الذهب لو انا جبتهولك، وبهاي ساعتها بيوافق ويتفقوا ان هم هيتقابلوا تاني يوم في نفس المكان قدام كل الموجودين. وناغي بيقول لهم لو جبت الذهب هيكون ليا كرسي في وسطكم
تمام. وبيرجع ناخي للرجاله بتوعه وبيخططوا لسرقه الدهب. وتاني يوم بهاي بيكون مستني في نفس الميعاد ان الدهب هيجي، وفعلا بيلاقي ناخي داخل عليه بشكاير الدهب. وهنا بنعرف ان ناخي حرق المكان اللي فيه الدهب وجه بعربيه المطافي وقدر يدخل المصنع وياخد الدهب كمان. وناخي بيروح يقف قدام لاتا وبيكون مستني الكرسي بتاعه. ومن اللحظه دي بتبدا اعمال السرقه. وناخي طالما قرر ان هو يسرق حاجه محدش يقدر يمنعه. وبعد فتره ناخي بيروح مركز الشرطه عشان ياخد اخوه من المركز بعد ما قضى فتره عقوبته. لكن في الوقت ده بيشوف مالي وهي بنت ليل، ولما بيروح يطلب منها ان هي تروح معاه ساعتها بترفض. لكن ناخي بيضربها وبيغمى عليها. وفي الوقت ده الشرطي ناشو بيجي وبيتخانق معاه، لكن ناخي بينزل عليه ضرب وبيظبطه على الاخر لحد ما بيصفي عينيه. اهو انت اللي جبته لنفسك. ورجاله ناخي بياخدوه وبيمشوا قبل ما يقتل الشرطي وبيروحوا بيتهم وبيتعشوا ولا كأن في حاجه حصلت خالص. وبيكونوا عايزين يجوزوا ناخي بدل ما هو عايش كده في بيوت الطعاره، واخوه بيعرض عليه بنات حلوه قوي عشان يتجوزها، بس ناخي بيكون رافض الموضوع ده اصلا. وبعد العشاء اخوه بيكلمه على رئيس عصابات كبير محدش بيقدر يقف قصاده حتى الشرطه. ولما بتحاول تدخل المينا بيخافوا ومفيش سمكه بتعدي من المينا بتاعته الا لما بيكون عارف هي فين ورايحه فين. وهنا ناخي بيفهم ان العمليه دي محتاجه اسلحه وبيقرر يروح القطر اللي موجود فيه الاسلحه عشان يسرقها. لكن في اللحظه دي حياته بتتغير لما بيشوف ساره في القطر وبيعجب بيها قوي وبيروح يعرفها بنفسه وبيكون صريح جدا معاها وبيعرفها القضايا اللي عليه كمان. يا سلام، ده فخور قوي بشغله وعدد الناس اللي هو قتلهم وسكله الاكرام المشرف. بس ساره بتخاف منه وناخي بيقول لها عايزين نضحك عليك واقول لك كلام حلو بس انا صريح معاكي من الاول، هنتجوز امتى؟ وساره تقريبا بتفهم ان هو مجنون وبتمشي من قدامه، بس هي ما تعرفش ان ناخي ما قدرش يطلعها من دماغه. وفي الكليه بنشوف طلبه بتقدم ورق عشان يبنوا مصنع للسجاير، والطلبه دي بيكون وراها ناخي اللي بيدعم الطلبه بالفلوس. وبيكون ناخي في الوقت ده قاعد في الكليه مستني ساره تعدي من قدامه عشان يشوفها. وواحد من الطلبه بيعرفه اسمها وبيعرفه انها كانت هتتجوز بس فرحها اتلغى ورجعت للدراسه تاني. وهنا بنعرف ان ناخي هو السبب ان فرحها اتلغى بعد ما سرق المهر من اهل العريس وسابوا الفرح ومشيوا. وناخي بيروح لساره وبيديلها المهر بتاعها وبيعرفها ان هو اللي سرق المهر عشان عريسها بصراحه ما يستاهلهاش. وساره بتكون متضايقه منه قوي وبتضربه بالقلم. وناخي بيحاول يقرب منها وبيقنعها بيه وبيفهمها ان هو صريح معاها عشان عايز يتجوزها. وساره بتكون متضايقه منه وبتمشي وبتسيبه، لكن ناخي بيفضل وراها في كل مكان وبيغني لها وبيرقص كمان. وتاني يوم في بيت ساره كاسي بيروح عند ابوها وبيطلب منه القرض اللي كان واخده، وابوها ساعتها بيترجاه انه يسيبه كام يوم على ما يظبط له المبلغ اللي كان واخده. لكن كاسي بيروح ياخد ساره وبيخليها عنده على ما يجيب له الفلوس. وهنا كاسي ما كانش يعرف ان هو بيلعب في عدات عمره وقت ما فكر بس يلمس ايد ساره، وفجأة بيلاقي ناخي قدامه وبيحذره ان هو يسيبها والا هيقتلهم كلهم. اما السكرتير كاسي بيعرفه وبيمشي قبل ما يقتله، لكن ناخي بيكون محضر نفسه كويس قوي ومعاه السلاح اللي يقدر يحمي بيه نفسه. وكاسي وسكرتيره بيمشوا وهم مكسورين، وساره بتكون بدأت تعجب بناخي وبيعيشوا اجمل قصة حب. لكن في الوقت ده ناخي مش بيتخلى عن سرقته للمينا وبيخطف راجل من رجالته وبيعذبه عشان يقدر يعرف مكان الصندوق اللي بيهرب فيه الذهب من المينا. وفعلا بيقدر يعرف مكانه وبيعمل خطة مع رجالته عشان يقدروا يدخلوا المينا. وقبل ما بيتحركوا للعملية بتروح سارة عنده وتقول له انها هتتجوز وبتعرض عليه ان هما يهربوا مع بعض. لكن ناخي بيعرفها ان هو هيتقابل معاها في المحطة بعد ما بيخلص العملية، بس سارة بتكون خايفة عليه وللأسف ناخي مش بيسمع كلامها وبيقرر ان هو يروح ينفذ العملية. وبيتحرك ناخي ورجالته على المينا وبيقدروا يدخلوا للمكان وبيسرقوا الصندوق كمان وبيمشوا. لكن قبل ما بيمشوا ناخي بيلاحظ ان في 2 من رجالته مش موجودين وبيفهم ان رئيس العصابة خطفهم وبيقرر ان هو يرجع عندهم تاني. واي راجل كان بيحاول يضرب ناخي بيطيره وبيخوفهم كمان بالسلاح اللي معاه واللي مع رجالته وبياخدهم وبيمشوا. لكن في الطريق الشرطة بتقابلهم وبيضطر ناخي بينزل من العربية عشان يروح لسارة
اللي مستنياه في المحطة، وبيحاول يهرب من الشرطة لغاية لما بيوصل المحطة، لكن للأسف مش بيقدر يهرب مع سارة، والشرطة بتحوط كل المكان، وسارة بتلومه لأنها قالت له بلاش يعمل العملية دي، والشرطة بتمسك ناغي، لكن سارة بتكون شايفة حياتها كلها انتهت، وللأسف بترمي نفسها قدام القطر وبتموت قدام عينيه، وبيفضل واقف مصدوم. ونرجع تاني للحاضر، وفكران بيكمل كلامه وبيقول ان ناخي خلاص دخل السجن، والشرطة كانت فاهمة ان قصته كده انتهت، لكن ما يعرفوش ان هي لسه هتبدأ. وبنرجع فلاش باك وقت ما الشرطة عرفت ان ناخي هرب من السجن، ولما نط من على سور السجن اللي طوله 14 متر، والشرطي ساعتها بيتخيل ان ناخي زي النمر، لان مفيش انسان عادي يقدر ينط المسافة دي. وبنرجع للوقت اللي احنا فيه، وفكران بيقول لهم ان هو طلع من السجن وقطع راس كاسي ورجالته، وفيشو بيقول له ده مجرم كبير ولازم ناخد احتياطاتنا منه. وفكران بيكون عايز يعرف ايه اللي ناغي عمله عشان سكرتير رئيس الوزراء يستدعيه بالسرعه دي، وبنعرف ان ناغي بعت رساله لمكتب رئيس الوزراء بيقول فيه ان هو هيدخل بيت رئيس الوزراء ويسرقه كمان، وبيطلعوا من المكتب وكلهم بيروحوا على بيت رئيس الوزراء عشان يأمنوه تأمين مشتت، وبيفضلوا 12 ساعة واقفين قدام الباب لحد اما رئيس الوزراء بتطلع من القصر بتاعها. وفيشو بيقول لفكرام ناخي ده شكله بيقول كلام وخلاص، وعمل شوشرة عشان بس نخاف منه، وما عملش اي حاجة، لكن بنتفاجئ ان ختام القصر مطلع شاي لرئيس الوزراء رغم ان هي لسه طالعه قدامه، وبيطلع المكتب عشان يشوفها بيلاقيها واقفة، وبيضطر يوقف العربيات عشان يشوف رئيس الوزراء، وبيلاقيها في العربيات. وهنا بنتأكد ان ناخي هو اللي في البيت، وبيكون متنكر في زي رئيس الوزراء، وقدر يدخل البيت رغم كمية التأمين المشتت على القصر. وبيراجعوا الكاميرات والحراسة، وبيعرفوا ان فكرام هو الشخص الوحيد اللي دخل المكان وما تفتش، وفكرام بيفتكر السواق اللي راح ياخده من المحطة ووصله لقصر رئاسة الوزراء، وبيعرف ان ناخي هو اللي كان سواق اللي دخل القصر معاه. وطبعا رئيس الوزراء بتعرف اللي حصل كله، وبتقعد تتكلم مع فيشو ورجالته عشان توصل لناخي بأي طريقة، وبالذات لما تعرف ان ناخي ما سرقش اي حاجة من القصر، وكمان ساب لها رسالة بيعرفها انها ما تطردش الشرطة اللي امنوا القصر، لانهم بجد عملوا مجهود كبير قوي لتأمين القصر. وفيشو بيقرر ينزل بلد ناخي عشان يعرف معلومات عنه، وبيروح عند بيشلا وبيفهمه ان هو غريب عن البلد ومحتاج اكل وشرب، وبيحاول يستدركه عشان يعرف معلومات عن ناخي. وبيشلا بيقعد معاه وبيبدأ يحكي له ان ناخي ما عملش اي حاجة عشان نفسه، كان بيحاول كمان طول الوقت يجيب حق الفلاحين. وبنرجع فلاش باك وقت ما كان ناخي قابل طفل في عربية الشرطة، وبيعرف منه ان الشرطة واخداه عشان تلبسه قضية قتل بدل شخص معروف، والطفل ده وافق بسهولة عشان عرف اللي بيدخل السجن لازم يتعلم من غير اي مصاريف، وهو عايز يروح السجن عشان يتعلم. وبينزل ناغي من عربية الشرطة وبيكون مصدوم قوي من كلام الطفل ده، لكن للأسف الطفل ما كانش عارف مصيره. ولما بيروح المركز المأمور بينزل عليه ضرب علشان يعترف بكلمته، ولما الطفل اعترف ان هو مالوش اي ذنب وان هو كان متفق مع الشرطي، المأمور ساعتها بيتضايق وبيهدد الشرطي ان هو هيشتكيه، ومش بيهدى الا لما الشرطي بيتفق معاه على المبلغ علشان يسكت، لكن الشرطي بيكون متعصب قوي على الطفل بعد اللي هو قاله للمأمور، وبينزل عليه ضرب لغايه لما بيغمى عليه. والشرطي بياخد الطفل ده وبينزل بيه البلد وبيرميه قدام اهله في الشارع، وبيعرفهم ان هو هياخد شباب منهم علشان يلبسهم قضايا وتهم عنده. وبيظهر ساعتها ناخي من وسط الناس، ولما بيحاول الشرطي يمسك طفل تاني عشان ياخده للمركز ناخي بيطيره، وبينزل على رجالة الشرطة كلهم ضرب قدام الاهالي. والشرطي اللي طلب الطفل بينزل عليه ضرب بنفس الطريقة اللي طلب بيه الطفل، لحتى ما بيخلي الشرطة كلها بتجري من المكان، واهل البلد بتجري وراهم بالطوب. وتاني يوم ناخي بياخد الطفل ده وبقية الاطفال البلد وبيروحوا المدرسة، وبيطلب من الناظر ان هو يعلم الاطفال بدل ما يطلعوا مجرمين، بس الناظر بيكون خايف قوي على مستوى الاطفال اللي عنده، لكن ناغي بيقدر يقنعه ان هو يوافق على تعليم الاطفال وهيتكفل كمان بالفلوس بتاعة التعليم. وبتعدي الايام والسنين وناغي بيكون مسؤول عن الخير اللي بيحصل في البلد. وبنرجع للوقت اللي احنا فيه، وبيشلا بيقول لفيشو ان ناغي حاول يوفر كل حاجة لاهل بلده حتى الاكل كمان، اللي هو وفره بعد سرقة القطر اللي كانت على الكيس، وسرقه لان البلد اتعرضت للفيضان
وما كانش فيه حباية قمح واحدة. وفيشو بيقول له انت عايز تفهمني ان ناغي ده انسان طيب؟ امال قتل ازاي 24 شخص في وقت واحد؟ فهمني. وبنرجع فلاش باك لسنة 78 وبيشلا بيحكي ان ناغي كان فاهم ان التعليم هيوفر كل حاجة لأهل بلده، بس للأسف ما قدرش يوفر ليهم الفلوس اللي تقدر تعيشهم. ولما ناغي بيعرف ان في شاب من الطلاب اللي هو مسؤول على تعليمهم راح للسرقة، راح يضربه في وسط الكلية. ولما بيعرف منه ان هو راح يسرق عشان شاف عيلته مش قادرة تاكل، وبيعرف ان بقية الطلاب كمان بيعانوا من نفس المشكلة، بيقعد مع الطلاب وبيقترحوا عليه ان هم يبنوا مصنع في البلد، لان الطلاب اللي بتتعلم وبتطلع عشان تشتغل مفيش حد بيقبلهم، عشان معروف عن البلد بتاعتنا ان هي بلد الحرامية ومحدش بيقبل يشغلهم. وبيقترحوا يبنوا مصنع عشان يشتغلوا فيه ويصرفوا كمان على نفسهم. وبما ان ناغي ما قدرش يتعلم وبيفكر زيهم، وافق على فكرتهم وساعدهم بكل حاجة، حتى السرقات اللي عملها كانت عشان بناية المصنع. بالرغم ان هو في اخر سرقة فقد حبيبته ودخل السجن كمان، اللي ان هو كان مصمم ان هو يكمل حلم بناء المصنع، لحد اما كانوا في السجن واحد من رجالته وبيعرفوا ان الذهب اللي هو سرقه كاسي عرف مكانه، وبيحكي له ان هو خطف الطلبة اللي كانت عارفة مكان الذهب وفضل يعذبهم وكاب اختهم وقطع هدومها قدامهم وفضل يشرح في جسمها بالسكينة عشان يقولوا بس مكان الفلوس فين. لكن واحد من الطلبة بيحاول يقول مكان الفلوس عشان يسيب اختهم، لكن قبل ما يتكلم اختهم بتجري وبتشنق نفسها. لكن كاسي مش بيكتفي كده وبس، وبيقتل بقية الطلبة وبيفضل واحد بس وبيأكلوا حبوب هلوسة عشان يقول مكان الفلوس فين. وفعلا بيقدروا يوصلوا لمكانها وبيحطوا الطالب اللي فاضل ده على سكة القطر. لكن رجالة ناغي بتعرف اللي حصل منه، وناغي بينسطب من اللي حصل في الشباب اللي كان بيحلم بنجاحهم وبيقرر يهرب من السجن. وتاني يوم بيروح الشرطة عن 3 عشان يعرفوا ان ناغي هرب ويا توبك يأمن نفسه. لكن لاتا بيكون فاهم ان شوية الحراسة اللي عنده دي هتقدر تحميه من خطب ناغي، وهوب بيلاقي ناغي قدامه لوحده وبيتخيل موت الشباب في المصنع، وبينزل على رجالة لاتا قتل وضرب على الرايق خالص لغاية لما بيوصل كاسي وبيقطع ايديه، وبعدين بيشعلقه هنا في الحديدة وبيقطع رجله كمان. ولاتا بيترقاه يسيبه عايش وبيقطع راسه قدام عينيه وبيرمي الفاس على صدر لاتا، وبيطلع من المكان بعد ما بيكون انتقم من لاتا ورجالته كلهم، وبياخد جثث الطلبة وبيعمل لهم كناسة تليق بيهم، وبيكون مصدوم من اللي بيحصل. اما اخوه بياخده على بيت عمه عشان يستخبى بعيد عن الشرطة. لكن ماني بنت عمه بتكون معجبة بيه قوي ونفسها يتقدم ليها او يبص لها حتى، وبتحاول تلفت نظره وقت الاكل وبتحط له شويه اكل صغيرين، لكن بتلاقي ناغي سايب لها الاكل وقام. وتاني يوم ماني بتوافق على عريس كبير اكبر منها في السن علشان ناغي يعترض مثلا. ولما بتلبس وبتجهز نفسها عشان العريس بتكون فاهمه ان ناغي هيبص لها، لكن بتلاقي واحد من رجالته جاي وبيقول له ان لاتا ما ماتش وقاعد قدام المركز مع بقيه الطلبه علشان يلبسهم قضايا كتير. والمهم ان ناغي بيوصل للمركز وبيلاقي لاتا قاعد وام واحد من الطلبه بتترقاه ان هو يسيب ابنها، وناغي بيتدخل وبيقول له اوعدك ان في يوم اللي انا هفتح فيه المصنع انا هقتلك فيه. وبيكون لاتا عاوز رجالته تضرب نار عليه، لكن فجأة بيظهر طفل بيرمي بارود على لاتا ورجالته كمان، وبيعرف ان هو لو حاول يضرب نار هيموت هو ورجالته علشان هما الناس الوحيدين اللي عليهم البارود. وبيمشي ناغي، لكن لاتا ورجالته مش بيبطلوا حرب مع ناغي، وبيشوفوا راجل يقدر يخلص على ناغي وبيعرفوا ان الشرطي اللي صف عينيه عايز يقتله. وهنا بنعرف ان الشرطي في الوقت ده حاول يتحرش بمالي وناغي هو اللي دافع عنها، لكن اتثبت في المحضر ان ناغي هو اللي حاول يتحرش بمالي. وفي الوقت تاني بنشوف مالي مع واحد من رجالة ناغي وبتحلم تشوف ناغي اللي دافع عنها، اما في بيت ماني اللي بيكون ابوها معاه وبيحاول يقنعها ما تتجوزش الراجل العجوز، لكن ماني بتكون مصممة ان هي تتجوز منه لغاية لما بيجي ناغي وبيحاول يتكلم معاها وبيعرف منها انها بتحبه، بس ناغي بيحاول يفهمها ان حياته دايما في خطر وممكن يموت في اي لحظة، لكن ماني بتكون مصممة ان هي تتجوزه. وساعتها ناغي بيقتنع بكلامها وتاني يوم بيتجوزها. وفي الوقت ده الشرطة بتدور عليه في كل مكان، وناغي بيحاول يعيش حياة طبيعية مع مراته اللي بتكون مبسوطة بيه وبتفضل تغني له وترقص له كمان.
وبنرجع للوقت اللي احنا فيه، وفيشو بيكون مصدوم من اللي هو بيسمعه وحس ان ناغي بيعمل الخير، لحد اما بيجي واحد وبيعرف بشلة ان الشرطي عرف مكان ماني، وبشلة بيروح ويطلع ماني من البير اللي مخبيها فيه وهي بتكون حامل، لكن بيلاقي الشرطي قدامه ومش بيلحق يخبيها، والشرطي بيكتف ماني اللي بتفضل تصرخ قدامه من تعب الولادة، والناس بتفضل تترقاه ان هو يرحمها. وطبعا فيشو بيكون شايف كل ده لغاية لما بتيجي همالايا وبتمنع الشرطي ان هو يقرب من ماني، وبتقف قدام الشرطي وبتعرفه ان انت بعد ما بتخلص الرصاص اللي في مسدسك عليهم بقية البلد هتهجم عليك وتقتلك انت ورجالتك لو انت فكرت تقرب على ماني. والشرطة بتحس ان الناس كلها واقفة في صف همالايا وبيخافوا وبيمشوا وبياخدوا ماني عشان تولد، لكن فيشو بيكون عايز يعرف مين همالايا دي، وبشلة بيقول له دي محامية كانت البلد عشان تطورها وراحت تتكلم مع ناغي عشان يديها فرصة تطور البلد وبطريقة قانونية، واتفقت مع ناغي انها لو قدرت تعمل ده هيروح يسلم نفسه للشرطة. وفعلا همالايا بتبدأ تحقق اللي قالت عليه، وفي نفس الوقت الشرطة مش بتسيب مكان ولا اي وقت عشان تقبض على ناغي ورجالته. وللأسف في الوقت ده الشرطي بدأ يستهدف رجالة ناغي واحد واحد وبيقتله، ده حتى اما ناغي مش بيلاقي قدامه خير ان هو يبعت رسالة لرئيسة الوزراء. وبنرجع للوقت اللي احنا فيه، وفيشو بيكون فهم ان ناغي قصده خير وكان قاصد ان هو يخلي رئيسة الوزراء تهتم بمشاكل بلده وقت ما كانت ماني بتولد التوأم. وبيطلع فيشو من البلد عشان يعرف رئيسة الوزراء اللي عرفه، وتاني يوم ماني بتروح لناغي وبتلاقيه بيعذب سكرتير لاتا، وبتكون رايحه له عشان توري له الاطفال وتقول له ان همالايا كابت اسم افتتاح المصنع والمفروض ان جه الوقت ان انت تنفذ وعدك ليها، لكن بتلاقي ناغي بيقول لها انا مش هسلم نفسي ولسه هروح اسرق اخر سرقه قبل ما اسلم نفسي. وبترجع ماني للبلد اللي بتكون منتظره ناغي عشان يسلم نفسه، لكن بتعرفهم ان هو مش هيسلم نفسه وبتعرفهم مكانه فين عشان يروحوا يقبضوا عليه عشان ما يسرقش تاني، رغم ان اخوه حذرها ان هي ما تقولش مكانه فين، لكن قبل ما تقول مكانه بتشرط على المأمور ان هم ما يضربوهوش بالنار، وكانت فاهمه ان المأمور هينفذ وعده، لكن للاسف اول ما بيعرفوا مكانه بيستنوه وبيهجموا عليه هو وصاحبه بعد ما سرقوا البنك، وناغي وصاحبه بيحاولوا يهربوا منهم. وفي الوقت ده بشلة بيعرف ان ماني قالت مكان ناغي، وبتبدأ الناس تلوم ان هو رجع يسرق رغم ان همالايا وفرت كل حاجة بالقانون، لكن بشلة بيفهمهم ان كل اللي حصل في البلد ده عشان الشرطة تقدر تقبض على ناغي. لما وصلوا الكهرباء في البلد ده عشان يقدروا يشوفوا بالليل، ولما صلحوا الطرق كان عشان يقدروا يجروا ورا العربيات، ومفيش تنمية حصلت في البلد من غير تدخل ناغي فيها. ولما اتحدت همالايا كان عشان صوتها يقدر يوصل للوزير. اما في قصر رئيس الوزراء بيكون فيشو قاعد معاها وبيعرفها اللي حصل، وخطط ناغي كلها كانت لصالح اهل بلده، لكن في الوقت ده بيكون الشرطي بيطارد ناغي اللي بيحاول يقبض عليه. وللاسف وفي مكان تاني بنشوف مالي وحبيبها في الخندق بتاع ناغي، وبتكون نفسها تشوف ناغي وحبيبها بيلاقي ناغي في الخندق متصاب، وبيعرف مالي ان ده خاين وبتفضل معاه لحد لما بيرجع ليها. ولما بتلاقي الشرطي جاي بيعرفها ان الشخص ده هو ناغي وبياخدوه، وبتعرف ان حبيبها اتفق مع الشرطة عشان يسلمهم ناغي، ومالي بتفتكر انها شافت حبيبها بيترقى الشرطي يسيبه ويعيش. وهنا مالي بتقتل حبيبها وبتروح لاهل القرية وبتعرفهم ان الشرطي خد ناغي للمصنع بتاع لاتا عشان يقتلوه. وفي المصنع بيكون لاتا واقف قدام ناغي وبيعرفوا ان هو اتصل بالوزير عشان يوقف بناء المصنع، لكن بيجيله اتصال ان المصنع هيتبني، وبيعرف من ناغي ان هو قدر يوصل لرئاسة الوزراء عشان توافق على البنى. ولاتا بيتعصب وبيأمر الشرطي ان هو يقتل ناغي، وقبل ما الشرطي يضرب ناغي بالنار بيطير وبيقدر يضرب رجالة لاتا، وبالرغم كل الطلقات اللي هو خدها اللي هو كان مصمم ان هو يقتل لاتا، ومش بيسيبه الا لما بيخنقه وبيموته. وناغي بيمثل ان هو مات لما الشرطي بيقرب منه عشان يعرف اذا كان هو ميت ولا لا، وبيقوم ناغي وبيقتل الشرطي بالمسدس اللي كان في ايده، وبيقعد يستنى اهل بلده اللي بيحاولوا يفتحوا باب المصنع عشان ينقصوه، وفعلا بيدخلوا، لكن الوقت بيكون اتأخر، وناغي في انفاسه الاخيرة بيوصي همالايا على مراته وولاده. وبكده بيكون خلص فيلمنا، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. مع السلامة.